مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. هعمل معاكم النهارده كيكه الكنافه. اسم غريب شويه لكن هتطلع معاكم النتيجه جميله قوي قوي، زي كنافه المحلات بالظبط اللي انتوا بتجيبوها وعجباكم. هقول المقادير. معايا كوبايتين كنافه يكون متخزنه في الفريزر ومهموكين بالطريقه الصغيره دي، يعني مفروكه على ايدك فركه صغيره بالطريقه دي. معايا ميكس ما بين نص كوبايه زيت وسمنه على بعض، معايا نص كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، ومعايا المج الصغير ده مليان جوز الهند، معايا بيضتين، معايا باكو فانيليا، ومعايا معلقه بيكنج باودر. هنروح سوا على النار ونشوف هنعمل ايه، ويا ريت تكونوا معايا خطوه خطوه. يلا بينا. معايا سمنه بلدي، انا فتحتها على النار بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هنزل فيها كوبايتين الكنافه اللي انا فركتهم وطالعين من الفريزر بالطريقه دي، وايدنا ما تتشالش من الكنافه. الكنافه بتحمر بسرعه جدا، ايدنا ما تتشالش منها، يعني على طول نقلب على ما تاخد اللون الوردي بتاعها ونطفي عليها على طول. شربت معانا السمنه زي ما احنا شايفين، يا دوب نحمرها مع بعض. نحمرها سوا كده، ما نغيبش عنها خالص، ونقلب باستمرار. سمنه بلدي، السمنه اللي تحبيها، معاكي زبده صفرا اي حاجه، بس انا بحب بالحلويات السمنه البلدي. اي انواع حلويات بالذات الحلويات سمنه بلدي، حتى لو هتحطي ربع المقدار سمنه بلدي عشان التكلفه. ربع المقدار ده هيفرق معاكي كتير لو معلقتين سمنه بلدي. اهم شيء يبقى في الحلويات سمنه بلدي، تفرق معاكي في اللون وفي الطعم وفي كل حاجه. بنقلب مع بعض بالطريقه دي، هنسيبها كده تاخد لون. انا مهديه النار علشان ما تلسعش معايا، عشان الكنافه مش هتستحمل. شايفين على الحواف بتاع الحله احمرت اهي. الطريقه اللي احنا شايفينها خلاص بدات تاخد معايا اللون اهو، بدات تاخد معايا اللون. احنا فيها ونحرك باستمرار عشان ما تلسعش معايا ولا تسمر وتغير لونها. اهم حاجه تحمروا الكنافه في الاول. هتقولوا لي هنحمرها ليه في الاول؟ لان ما هينفعش تنزل على الوصفه وهي سخنه، لازم تساب تبرد. طب ما احنا ممكن نحمرها احنا الاول زي ما انا بحمر معاكم كده، واسيبها تبرد واروح اعمل باقي المكونات يكون هي بردت. وكمان انا عامله الشربات معايا من بدري. الشربات كوبايه سكر وكوبايه ميه. انا عامله هنا عايزه كميه كبيره من الشربات، عملت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، واول ما غلي معايا حطيت نص عصره ليمون وسبته يبرد. ده الشربات اللي كلاتنا عارفينه. هعمل معاكم. بدأت تاخد اللون اهو معايا ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه، خلاص بدأت معايا تاخد اللون اهوت. انا مصممه بس احمرها قوي علشان هتفرق معايا في شكل الكيكه وهي طالعه. هتفرق معايا كل ما تديها لون، كل ما تديها لون
كده يا حبايبي هنبدأ في المكونات، هنجهزها مع بعض. معايا البيضتين، ادي البيضة الأولى وادي البيضة التانية، واحط عليهم نص مج السكر، واحط عليهم الفانيليا. ما عنديش فانيليا سايلة خلصت، فاحنا حطينا خلاص باكو فانيليا بالمضرب اليدوي كده اهو، مش ضروري مضرب بالكهرباء، مضرب اليدوي، ونضرب مع بعض لغاية ما الخليط كله يبقى متجانس كده اهو. لغاية ما احس ان السكر معايا داب خالص، داب دوبان كده، ما عادش فيه اي تكتلات فيه. معايا كده، وبعد كده هنزل بالزيت، نص كوباية زيت ماكس، سمنة على زيت، سمن على زيت. وزي ما انتوا عارفين انا بحب السمن البلدي في الحلويات. كده هضرب تاني واجيب معايا وهنزل بنص مج الدقيق، انا خلت الدقيق قدامكم، وهننزل مع بعض نحاول نلم المكونات كده بالمضرب ونضربها مع بعض. السمنة بتجيب كل حاجة وهي نازلة. هرجع بقى اضربها مع بعض ضربة جامدة كده، نشيل تكتلات الدقيق كده، وبعدين انزل بجوز الهند. جوز الهند ده بيفرق في الطعم قوي قوي، معروف ان هو بيتحط كده كده على الكيكه، وبتحط على الكنافه، اساسي في الكنافه، في الوصفه بتاعتنا دي اساسي جدا جدا جدا، بيضيف طعم جميل قوي 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 لينا. زي ما انتم شايفين كده، انا بضرب معاكم بالمضرب اليدوي اهو، مش مضرب كهرباء ولا حاجه، وبديلها القوام اللي هي محتاجاه. بس كده انا هجيب الكنافه وننزل بيها مع بعض نشوف هنعمل ايه. لسه معانا معلقه البيكنج باودر ورشه الملح، وكده يبقى المكونات كلها اكتملت. انا لازم ادمج معلقه البيكنج باودر كلها في الخليط كده، وهشوف معاكم باقي المكونات ايه، يا ريت تنتظروني. هنزل يا حبايبي بالكنافه اللي انا حمرتها، محدش ينزل الكنافه سخنه وترجع تبوظ منه وتعجن وقول الوصفه مش صحيحه، تبرد. لازم الكنافه تبقى بارده، والشربات بتاع الوصفه دي ضروري ضروري يبقى بارد، يعني يتعمل قبلها بفتره، بساعه على الاقل. شايفين انا بقلب المكونات مع بعضها بالطريقه دي كده. المكونات نشفت معاكم، يعني بقت ماهيش بالطراوه اللي انا عاملاها دي، انزلوا بمعلقه لبن. ان شاء الله الكنافه شربت المكونات كلها زي ما احنا شايفين كده، هي ما احناش محتاجين اكتر من ده، مش محتاجين اكتر من كده. ممكن اجيب معلقه لبن، معلقه بس لبن كده، واحده بس اهي، واحده ونص، يا دوب كده يندمجوا. ان شاء الله على الكنافه بتشرب اي ماده يعني سائل، كان زيت ان كان لبن،
بتشرب مادتها السائل على طول. كده خلاص انا دمجت المكونات كلها مع بعضها. عندي صينيه زي دي دهنتها ماده دهنيه، هننزلها مع بعض كده بالطريقه دي. شايفين الكنافه مش مخليه ماده دهنيه في الطبق من تحت، ما شاء الله. منزلاها كلها. انا هجيب معلقه. خلاص يا حبايبي كده انا ادخلها النار على الشعله من تحت على درجه حراره متوسطه واحمر وشها واوريكم شكلها في الاخر عامل ازاي. خلاص يا حبايبي انا سبتها يعني ربع ساعه في النار على الشوايه من تحت ومن فوق. الشربات بارد. انا هسقي حسب الرغبه، يعني انتوا عايزين تزودوا الشربات كل واحد حسب ما بيحبها عامله ازاي. انا كفايه عليها قوي كده عندي. هخرطها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا حبايبي بقت معاكم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله شكلها جميل قوي. ما تقوليش ده كنافه، ده تقولي ده بسبوسه. شبه البسبوسه بالظبط. ما شاء الله مفروله وجميله زي ما انتوا شايفينها كده. ده كان الشكل النهائي ليها. يا ريت تكون عجبتكم وتكون الوصفه سهله وبسيطه. اشوفكم في فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين.